مساء الخير. 21 اذار 2016. طبعا اليوم عيد الام، وما في احسن من هيدا النهار لحتى نقدر نعبر لامهاتنا عن قديش نحن بنقدر نحبهم. اكيد لا الهدايا ولا المصاري ولا اي شيء بالدنيا بيقدر يوفيهم تعبهم. يمكن ما بنعرف قيمتهم الا بس نصير نحن امهات بدورنا. اسمحوا لي عيد كل امهات العالم اجمع، وخصوصا بشكل خاص امي اكيد يلي تعبت عليها كثير، وان شاء الله الله يعطيها الصحه والعافيه ويخلي لي اياها وتضل فوق راسنا. وبالعودة إلى موضوع عيد الأمهات، تقرير صغير عما كانت تفعله بأمي عندما كنت صغيرة. انا وصغيره من الاشياء اللي كانت تزعجها كثير لامي انه هي كانت كثير تحب انه عندها بنت، بس ما كانت تحس اني بنت. ليه؟ لانه كنت البس مثل الصبيان، وكنت قص شعري كثير قصير، وكنت العب بالقلال، وكنت العب بالفروده وعربيات الرصاص وهذه الاشياء. وكنت احب كثير انه انا بحاله حرب دايمه، وكنت على طول مثل دور الرجل، ما بعرف ليش. فهذا كان شيء كثير يزعجها لاني كنت شوفها اوقات عن جد قاعده وسرحانه، وشوفها زعلانه. يعني جرب افهم ليه. بعدين وقت الكبرت خبرتني انه كانت تنزعج من فكره انه انا حسن صبي وما كنت البس لها كثير تنانير وهيك اخبار. ف هيدا كان شيء يزعجها لامي. سمر أبو خليل إعلامية محبوبة، إعلامية راقية. فنحن طلعناها قلنا لها على الوصل إنه بدنا نطلع ناخد لقطات برا أو الدور نعمل كزدورة معك بالسيارة، وأكيد ما عارضت ورحبت بكل شيء طلبناه منها. طلعنا هيك شفنا عن جد قد ايه المنطقة اللي قاعدة فيها هي منطقة حلوة، وهيك المطل هونيك كتير حلو وبيريح النفسية. أنا قلت لها قاعدة بقعدة عن جد بترد الروح. عملنا الكزدورة مع بناتها الصغار كيندا ويلدا، كتير طيوبين وحبوبين. عملنا الكزدورة الصغيرة. بهالوقت كان فريق العمل عم بيحضر عم بيعد الست، وعم بيعد كمان عم بيحط الجاتو. يعني لعبناها بطريقة انه خبرونا يلا نحن جهزنا. فنحن رجعنا نحن وياها لسمر على البيت. بهالوقت فاتت ولعنا الفشفاش وفاتت وفاجأناها. أول شي كانت اليوم سربريز كتير حلوة من موقع بنت جبال، خجلتوني. كان شي كتير حلو إنه وصلتوا. أول شي أنا حاسبة إنه عادي تش تعملوا انترفيو وتفلوا، يعني ما يكون في هيدا. حبيت إنه فكرتوا فيي أول شي، وشكرا لكم إنه فكرتوا فيي. وبعدين فكرتوا تعملوا هيدا جاست بعيد الأم. هيدا شي كتير حلو كمان، لأنه يمكن ناس بتشوف فينا إنه نحن ولا المذيعة أو الصحفية وما إلى ذلك، بس نحن بالنهاية بشر. نحن كمان عنا أولاد وعنا أهلنا وعنا أمهات وعنا بيخافوا علينا ونحن بنخاف على أولادنا. القصة ما خلصت هون. قضينا أحلى الأوقات مع سمر أبو خليل الأم، وعشنا معها الحياة اليومية بعيدا عن الأضواء والشاشة اللي كتار راسمين شخصية سمر من خلالها. ما بيعرفوا إنه خلف هالمشهد في أم حنونة ورقيقة، مثل أي أم بالدنيا، تلعب مع بناتها وبتغمرهم بعاطفتها، بس وقت الجد جد. بعدين كمان شفنا سمر ابو خليل بالمطبخ كيف قالت لنا. يعني هي يمكن لها زمان في اشياء كثير مش عامليتها. يمكن إلي زمان مش محضرة أنا هالقد هيك قهوة ونسكافيه وما بلحق، لأنه يعني عادة يعني بتساعدني بالبيت يعني هي بتقوم بالواجب أكتر، لأنه نكون كل حياتنا ركض بركض. حسيت فعلا هيك وعصرت ليمون. هيدا إلك حساب عليا بعدين عملية عصر الليمون. من قلب قلبي يعني.
بس احنا لمسنا انه هي حدا اللي هيك المهضوم اللي بيلعب مع اولاده، اللي بيمزح معهم، اللي بس يشتغل بالمطبخ، اللي ست بيت اللي بتدقر على كل شيء، اللي بهمها الديكوريشن بالبيت. حسستوني بالبيت اكثر، خربتوا الديكور رجعت انا زبطت الديكور، هيدا شيء كمان كتير منيح لانه رجعت غيرت شويه تاتشات فكانوا عاجبين، لكن ما إلي جلاده اعملهم فعملتهم بسببكم، هيدا شيء كمان كتير حلو. شفنا سمر ابو خليل الام مش بس الاعلاميه اللي بنشوفها على التي في، شفناها كيف بالبيت، شفناها كيف هي وبناتها كيف بيلعبوا كيف بيمزحوا. قولي لها هابي ماذرز داي. هابي بيرثداي. هابي ماذرز داي. ما بيأثر يعني بون فيت دي مير ou bien bonne fête maman en français. اوكي يلا تعي يلا يا يلا يلا donne-moi un bisou قولي لي bonne fête maman. يلا 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 اشتغل. بالرغم من حضورها القوي وقدرتها على التحكم بالهواء، دمعتها سخية وأقوى من إنها تتحكم فيها لما تسمع صوت إمها. هاي مامي. هاي مام، سافا؟ كيفك انت؟ مشتقت لك ماما منيحة. اخبارك؟ تمام ماما انت؟ ايه نشكر الله. ليك يا حبيبي؟ انا فتحت لك السبيكر ايه؟ لانه عم نصور في ناس عم تسمعك. ايه شو اخبارك؟ منيحة؟ كلنا بخير. بابا يلا عم بقول انت هلا جزء من حلقة ايه؟ ماما ما بتحب لا التصوير ولا مش طلعت مش طلعت ابدا. شو عم تعملي؟ اشتقت لك ماما. طبعا عملت بريد لولادنا وكريم وهيك بتعطي بوتشي وبكي وعياط. عيدية هلا انا. طيب نحن عم نصور حلقة لموقع بنت جبال، حلقة اللي كان لازم تجي عليها ومجيدة. فالفكرة انه ماشي انا حابة اعيدك هلا مسبة عند عيد الام، وقال لك الله يخلي لي اياكي وتضلي على طول موجودة بحياتي وبس هيك وخلص، ما بدي احكي لها روحي سلي عن جوزي. معني هدموع الحب. ما سمعت مام. بشوفك بالناس واشوفك لكن ما عم بشوفك. وانا كمان بس شو بدي اعمل، يلا هيدا الشغل هيك، يلا ان شاء الله حشوفك الاحد ماما. حبيبي لك يا رب. الله يطول عمرك. اعلى واعلى اعلى. الله يطول عمرك ماما، بتضلي فوق راسنا، خلي لي اياكي. يلا سلي ما بدي احكي. ونحن بنعايدها كمان يعني. يلا معي. باي مامي. اللي تعمل احلى منا هون شو كان صار. بس شو بدك، هيدي معلي هيدا هيك الحب الواحد الحب. ايه بس هيك صاير كثير قصص انا وماما بحياتنا، انا امي رفيقتي مش امي، يعني بتعامل معها كانها صديقتي. فحكيتها سمر لأمها وكانت هيك لحظة عاطفية ومؤثرة، نزلوا دموع سمر. نحن أكيد ما بنحب نشوف دموع، بس لما تكون الدموع هيك حب واشتياق للأم فهيدي دموع الواحد عن جد بتبقى مميزة. مرحبا، كيف احوالك؟ الله بخير، كيف الصحة والسلامة؟ طلعنا مع فيصل عبد الساتر بالسيارة، رافقنا بالمشوار من شغله لبيت أهله. هلا طبعا انا من بعلبك، وامي من الجنوب، امي من النبطين. انا من ايعات، بلد بعيدة عن بعلبك 2 كيلو متر من ناحية الغرب، 5 دقايق بالضبط احسن. وامي من النبطية. امي صار 60 سنة مع بيي وبعدها بتحكي جنوبي يعني. هلا اول شيء انا بدي اخبركم عن طفولتي، انه انا شخص سوبر شقي. انا امي بتعاطى معها، مش انه بس انه هي عاطفة ومعاطفة، امي مرة مهضومة، يعني بحب اني اشوفها، لا بحب شوفها لحتى لي اضحك، لانه هي هيك مهضومة قلبها طيب. بعدها امي بتتعاطى معي انه اوقات بتشيل 20,000 بالشهر او 30,000 ليرة مثلا، يعني ايه انه يعني، او بتجيب لي منشفة.
انه بتقلي جبت لك جوزان مناشف. خلال هيدا المشوار نزلنا حب يجيب لامه قالب جاتو، فلما هيك يعني شفنا قد ايه هو يمكن هيدي التاتش حلوه اللي عاملها انه تجاه امه، انه بتحس مثل كانه بعده كيف الطفل الصغير اللي حاب يعايد امه بطريقه مميزه هالسنه. انا بطفولتي حرامي ليمون واكيدينيا بس حرامي محترف يعني. ببطني يعني البس كنزي اكبر بكتير من جسمي، يعني مثلا هاي المنطقة كلها كانت بساتين. هون نيجي ماشي نحن من حي السلم مجموعة عصابة شي 10 15 12 7 يعني اللي بيطلعوا، نيجي نمرش الدنيا مرش بالاكاديميا بالافندي بالهذا. يمكن الشباب تفاجئوا ببعض الشغلات خاصة الشيء اللي له علاقة بالطفولة، قديش كنت شقي، قديش كان عندي قصص أنا وصغير. طلعنا لعند والدته، كانت هي حدا هيك يعني بسيط ومهضوم كتير، لمسنا هيدا الشيء، انبسطت بالسربريز انه مولع لها هالفشفيشات وفايت الاستاذ فيصل. نحن كنا برفقته اكيد خطوه بخطوه بهيدي المرحله، بس فات دغري بلشت بالزجل والدته. الله يطول بعمرك حبيبي. الله يطول بعمرك حبيبي. كيفك؟ كل عام وانت بخير يا حبيبي. بخير حبيبتي، اهلا وسهلا. يلا تفضل تفضل. خليكي خليكي. احنا لنزورك بشار بالطيارة على المطار، ما يهمك من العالم، استاذ فيصل بحبك، ايران كلها بجنبك. يعني لمسنا انه هيك فيها ضامه وفي طيبه فيها لامه، ولمسنا قد ايه علاقتهم حميميه وقويه، ويعني ماشي بخلي على ولو هو انه يمكن شخصيه انه بتطلع على التي في وكذا وهيك، بس هو مع والدته في حاله خاصه، في بعده بنظر امه الطفل. بعدها لهلا بتفكر فينا رح نجوز اولادنا، وكتار منا من اخواتي جوزوا اولادهم، بعدها بتفكر بطريقه مثل كانه نحن بعدنا اولاد صغار بتشيل للواحد بالشهر 50,000 أو يعني شيء، يعني أوقات شغلات فعلا يعني غاية في البراءة. يعني بصراحة إنه لما بتلفن لرجال مثلي أنا بتقول له جايب لك جبت لك مناشف أو جبت لك روب للحمام أو جبت لك أي غرض، يعني فبحس حاله إنه هو فعلا يعني إنه قديش الأم هيك بسيطة وطاهرة، يعني عندها شيء. ما بنمت عينه، الله يخليه ويرزقه ويرد عنه ولاد الحرام ويخلي له اولاده ويوافقه. بيزعل منه بشار الاسد؟ لا بحبه كثير لطيف والله بضل يبيعك وراه. بضل يبعت وراه بشار الاسد بذاته عم يبعت وراه كل جمعة 3 مرات ببيعك وراه ليروح عنده. والله هاد شو عم تخبرنا امك يا اسماعيل؟ معقولة هو بشار يزعل؟ دق على الدربكة والله موهوب يعني. الطينة تحت الطينة يجيب لي رفقاته يجي ينولن من عند منطقة المطبخ ويعزمهم ويقول لي يلا فضي الصالون بدي اعمل اكل لرفقاتي ونرقص. والله أمي يا ملاكي يا حبي الباقي إلى الأبد، ولا تزل يداك أرجوحتي ولا أزل ولد، يرنو إلي شهر يما ذكري
تمر زفت شباب من العرس محروم حنة دم المصايب يما ذكريني من تمر زفت شباب من العرس محروم حنة دم المصايب. كان عن جد كانت يعني رفقة شخصين اعلاميين، اعلامي فيصل عبد الستر وسمر ابو خليل، كتير كان شيء مميز وحلو خاصة بمناسبة عيد الام، فعن جد كان شيء كتير حلو. بس الأهم من هيدا كله هو العاطفة والحب والحرارة اللي فوتوها على هيدا البيت بتشريفكم. عن جد شرفتوني، أهلا وسهلا فيكم، والبيت بيتكم. ودايما بنت جبيل إلها حالة خاصة أنا عندي وبقلبي وعاطفة خاصة، وموقع بنت جبيل كمان سواء كان هون سواء كان بالانتشار كمان لأمهات الشهداء، شهداء الجيش اللبناني، شهداء المقاومة، كل الشهداء عمليا. كمان هيدا الحرقة وهيدا الحسرة منا هينة انه ام تفقد ولدها وتضل هالقد قادرة صابرة وراضية بحكم ربها. هودي إلهم كمان انا بالنسبة لي إلهم المجد والخلود. فحقيقة يعني هو شعور خارج كل السياقات الموجودة بالمقابلات، وخصوصا لما بيكون واحد عم يسجل مقابلة لموقع يعني يحتل الصدارة الآن بالمواقع الإعلامية، موقع بنت جبال اللي بنقدر جهوده ونتمنى أنه دائما يتقدم إلى الأمام. وكل عام وأنتم بخير لأمهاتكم، لأنه تذكرتوني بعيد الأم. أنا كمان بدي وجه تحية لأمهاتكم ولأمهات كل اللي بدهم يشوفوا هالمقابلة. والأم دائما هي بركة الوجود، بركة الأرض، بركة الأسرة.